بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة التي نخصصها عن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. والسؤال: هل يوجد ماء في الفضاء؟ دائما كل القنوات الفضائية المهتمة بأمور العلم تطرح فيديوهات وثائقية، أفلام وثائقية عن هل يوجد ماء في الفضاء؟ الإجابة نعم، والدليل من القرآن الكريم. بل نجد أنه الماء الموجود في الفضاء هو أكبر من المجرات حتى الموجودة في درب التبانة وفي غيرها من المجرات. الدليل على كل هذا من القرآن الكريم. تعالوا نبدأ ونرى أين يوجد هذا الماء وكميات هذا الماء من القرآن الكريم. نبدأ أولا بأن القرآن الكريم يكشف عن وجود الماء في الفضاء. إيه الآيات اللي بتقول أن فيه ماء في الفضاء؟ قوله تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء. يبقى إذن الماء مخلوق قبل السماوات والأرض، لأن الله سبحانه وتعالى يقول كان عرشه على الماء. وهنا هنسأل: ما هو حجم هذا الماء الذي كان عرش الرحمن عليه أو عرش الرحمن عليه؟ وعرش الرحمن مخلوق، سنأتي لذلك، لكن ده بيدينا فكرة أن الماء موجود بالفعل وعرش الرحمن عليه. أيضا القرآن الكريم يتحدث أنه فيه كائنات حية في الفضاء، وأن هذه الكائنات الحية مخلوقة من ماء، في قوله تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة. طبعا احنا قلنا أن في آية أخرى في القرآن الكريم تقول: والله خلق كل دابة من ماء. فالآية هنا بتقول أن فيه دواب، كائنات حية موجودة في الأرض وموجودة في السماء أو السماوات. والسماوات المقصود بها هنا الأكوان، لأنه هل في كون واحد ولا أكوان متعددة؟ القرآن الكريم يقول يوجد أكوان متعددة، سنأتي لذلك. فإذا احنا عندنا كائنات حية من ماء، يعني غير الجن وغير الملائكة، من ماء موجودة في الأرض اللي احنا موجودين فيها، والسماوات المقصود بها المجرات الأخرى، الأكوان الأخرى. وبعدين الآية بتقول: وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، يعني احتمال إن احنا نلتقي معهم بالفعل كما يقول القرآن الكريم. طيب، في آيات كثيرة في القرآن الكريم عن الماء. اللي يهمنا طبعا هذه الآية، يعني غالبية الآيات كده تتحدث عن الماء، إنه الله سبحانه وتعالى أنزل الماء من السماء. لكن هل هنا السماء المقصود بها الغلاف الجوي، السحاب، ولا المقصود بها الفضاء اللي هو ما خارج الأرض أصلا، خارج الغلاف الجوي نفسه؟ في آيات بتتحدث عن السحاب، لكن في آية فهمي أنا الشخصي لها، وأنا لا يؤخذ مني علم شرعي، لكن ده فهمي لها، بتقول لا، إنه الماء في أول الأمر جاء للأرض من الخارج، من الفضاء، ومعناها إنه في مصدر في الفضاء للماء. فالله سبحانه وتعالى يقول: وأنزلنا من السماء ماء بقدر. وأنزلنا من السماء، السماء يعني الفضاء، وأنزلنا من السماء ماء بقدر، يعني أنزلنا كمية محدودة أو مقدرة، فأسكناه في الأرض. كمية الماء في الأرض لا تزيد ولا تنقص، يعني كمية الماء في البحار، في المحيطات، في البخار، في السحب، في دورة لا تزيد ولا تنقص. وكمية الأمطار سنويا واحدة، بتزيد في دولة أو بتقل في مكان آخر حسب الجاذبية الأرضية، وده موضوع آخر. فالله هنا بيقول إن كمية الماء دي مقدرة، قدرها وأنزلها من السماء، فأسكناه في الأرض. أسكناه في الأرض يعني جعلناه في الأرض. فاللي يفهم من الآية إن فيه ماء، أو إن الماء الموجود جاء في بادئ الأمر من الفضاء. أيضا في آيات أخرى في القرآن الكريم تتحدث عن الجنات، وأن الجنات فيها أنهار، فبالتالي الأنهار فيها مياه عذبة، مياه للشرب، يعني ده القرآن الكريم الذي قالها بمنتهى الوضوح. طيب، في قوله تعالى، وده آيات كثيرة يعني، لكن هنأخذ منها الآية، قوله تعالى: جنات تجري من تحتها الأنهار، وليس نهر واحد، أنهار كثيرة فيها ماء. طيب، هل الجنات موجودة الآن ولا ستوجد؟ لا، القرآن الكريم قال إن الجنات موجودة، بدليل قوله تعالى في سورة ياسين: قيل ادخل الجنة، وده فعل للماضي، قيل ادخل الجنة، يعني الجنة موجودة وهو دخلها. قال: يا ليت قومي يعلمون، دي في سورة ياسين.
وطبعا الآية بتقول إنه في عذاب القبر، بدليل إن هو الراجل دخل الإيه؟ الجنة. وأيضا في قوله تعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. فإذا كان في الجنة موجودة قبل خلق آدم عليه السلام، فربنا خلق آدم وستنا أمنا حواء، وربنا أسكنهما فين؟ في الجنة. والجنة فيها إيه؟ أنهار، وتحتها أنهار، في أكثر من جنة يعني. طيب المياه اللي في الجنة دي يا جماعة حجمها قد إيه؟ أيضا في القرآن الكريم: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا، انظر، فكلا من حيث شئتما. يعني في أكل في هذه الجنة في عهد سيدنا آدم. طيب السؤال يا جماعة، هو المياه بتاع الجنة مساحتها قد إيه؟ فإحنا القرآن الكريم بيتحدث إنه الجنات عرضها السماوات والأرض، ولم يقل طولها السماوات والأرض. فالشكل الهندسي الوحيد الذي ليس له طول هو الدائرة. الدائرة هي طولها كعرضها، اسمه قطر الدائرة، لا يجد اسمه إيه؟ طول الدائرة، عرض الدائرة. فالذي نفهمه أن الله سبحانه وتعالى يقول إن الجنات عرضها السماوات والأرض، معناها إن السماوات والأرض كلها في شكل دائري. طيب هنا من قناة الجزيرة شرح، والعلماء يتكلموا ما هو شكل الكون. شكل الكون ده اللي انا فاهمه، وما بيتكلموا في هذا انه دائري. فبيقولوا انه الكون في البداية كان نقطة او شيء ما، وحدث انفجار عظيم بدأ يتمدد، ده خط الزمن. فهنا في الأول كان في العصور المظلمة، وبعدين كان غبار، بدأت تظهر النجوم، بدأت تظهر المجرات، بدأ يتكون النظام الشمسي، المجرات حاليا إلى آخره. فهو بيتمدد، بس هو رسمه شكل إيه؟ شكل دائرة. طيب والقرآن الكريم قال جنات السماوات والأرض إيه؟ مساحتها في آية كعرض السماوات والأرض، وآية عرضها السماوات والأرض. يعني اللي هي إنه هذه الجنات المساحة بتاعتها مساحة السماوات والأرض. احنا بنتكلم في مساحة مجرات كبيرة جدا، يعني بل آلاف أو ملايين المجرات احنا مش عارفين عددها قد إيه. وفيها هذه المياه، فيها كمية ضخمة جدا من المياه. طيب أيضا الذي يفيد أنه الكون مساحته دائرة، ما هو حجم الماء الذي عليه عرش الرحمن، ما هو حجم هذا الماء؟ القرآن الكريم أيضا يجيب في قوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض. يعني السماوات والأرض هي على شكل دائرة، والكرسي بتاع ربنا يحيط بهذه السماوات والأرض. ما هو واسعة، يعني أحاط بها كرسي الرحمن السماوات والأرض. طيب الرحمن على العرش استوى، وأين الله؟ وهل الله على كذا؟ دي أمور الله ليس كمثله شيء. وهل الله موجود في كل مكان؟ الله هو الذي خلق المكان. طيب سنأتي لهذه الجزئية ونوضح. ربنا تحدث عن أين يوجد، والفقهاء قالوا إنه في جرم يخص الكون بتاعنا أو الأكوان، وفي جرم يخص الملائكة، وفي جرم يخص النار، وجرم يخص الجنة، وجرم يخص عرش الرحمن إلى آخره. الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم إن في أكوان. في أول آية في سورة الفاتحة في قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وليس عالم واحد. فده مساحة الكون كبيرة وضخمة، وفي أكوان، والمياه ضخمة جدا، لأن المياه موجودة في الجنة، والمياه عرش الرحمن على المياه. طيب أين يوجد الله؟ الله سبحانه وتعالى أجاب عن هذا بقوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم. طيب كيف يكون الله معنا؟ الإجابة بسيطة جدا: التفاحة. احنا عندنا مخلوق موجود في كل مكان. يعني مثلا على سبيل المثال، افرض أن أنا واحد ناصح أو ذكي أو مش عاوز أموت، فبيأتي عزرائيل كي يقبض روحي، فماذا أفعل؟ أغلق الأبواب والشبابيك. طب عزرائيل يدخل من الفتحات، ماذا أفعل؟ أعمل غرفة زجاجية. طيب لكن هذه الغرفة الزجاجية، هل عزرائيل يستطيع ملك الموت أو الملكة تمر من هذه الغرفة؟ الإجابة نعم. ما الضوء بيمر من الزجاج الأملس الذي لا حتى يخرج حتى الهواء، لا الهواء ولا الماء. في مخلوق خلقه الله موجود في كل مكان في الكرة الأرضية. يعني
لما هو موجود داخل الهاتف وأسفل الهاتف وأعلى الهاتف، في جسمي وفي جسمك، في الفراغ الذي أمامنا. مهما وضعت زجاج، يعني مهما تحط عازل كي تفصله وتقسمه من تحت لفوق ما بيتقسمش، حتى داخل التليفون مستمر وموجود، وهذا مخلوق. هذا المخلوق هو الجاذبية. يعني هنا التفاحة الجاذبية بتاع الكرة الأرضية بتشد التفاحة الأسفل. طب الجاذبية موجودة فين يا جماعة؟ الجاذبية موجودة أعلى التفاحة، بتعمل لو وضعنا حاجة فوق التفاحة الجاذبية شغالة بتشدها. موجودة جوه التفاحة، لو قسمنا التفاحة 2 برضه هتشد الجزئين اللي تحت. موجودة أسفل التفاحة، موجودة في إيد الولد ده، موجودة أسفل الولد ده. الجاذبية متغلغلة في المباني وفي الزجاج وفي النوافذ، في النار. حتى النار اللي انت مولعها الجاذبية شغالة، لو وضعت حاجة فوق النار الجاذبية تشدها الأسفل. لو في مطر الجاذبية بتشدها الأسفل. نار، رياح، زجاج، حط عوازل ما تشاء من عوازل، الجاذبية تعمل. فالجاذبية موجودة معنا في الكرة الأرضية في كل مكان، حتى داخل أجسادنا. فإذا كان ده احنا مخلوق، الجاذبية مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى. وطبعا الحياة بتقوم على الجاذبية، يعني بدون جاذبية الماء يترك الأرض والأمطار تصعد لأعلى أو تتجه لاتجاه آخر. وبدون الجاذبية جسمنا يتفكك، لأنه داخل حتى أجسامنا في جاذبية خاصة بالذرات والخلايا وترابط وكذا، فليس موضوع. فالمقصود إذا الجاذبية في كل مكان وده مخلوق، فإحنا يعني من الصعب إن إحنا نسأل أين الله؟ الله موجود في كل مكان، والمكان نفسه مخلوق. يعني هنا مثلا الجاذبية للكرة الأرضية أهي بتجذب الأقمار الصناعية التي تدور حولها. ما احنا بنتكلم ليه الكلمة الجزئية دي؟ إن عرش الله على الماء، لكن الله موجود. أين الله؟ فده بنقول إن الله سبحانه وتعالى هو ليس كمثله شيء. وإحنا الجاذبية الأرضية لا نراها، لا نشعر بها، لا نراها، لا نشمها، لا نلمسها، ولكن رغم لا ندركها بعقولنا. احنا لا ندرك الجاذبية بعقولنا ولا بحواسنا ولا بالمجهر ولا بكذا، إنما نجد الأثر. يعني لما التفاحة بدل ما تصعد لأعلى تسقط لأسفل، أثر، لكن أنت نفسك لا تشاهدها. انتبهوا لهذا. والعجيب إن هؤلاء الملاحدة الماسونيين اللي بيسيطروا على وسائل الإعلام ويقول العلم يقول، يعترفون بأن التفاحة بتسقط بسبب عامل اسمه الجاذبية. طب ولكن ويقول لك احنا لا نقر إلا بما نلمسه. طب ما الله سبحانه وتعالى اللي هو القوة، الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق كل هذا وأوجد كل هذا، وكل هذا يشهد بوجود الله سبحانه وتعالى. لا يكابرون ويكذبون، لكن عند التفاح يقولوا في جاذبية شدتها الأسفل. للأسف يعني والله الإنسان يشهد على نفسه، لأنهم هم نفسهم يعني يكذبون. إذا وجدوا بصمات أو آثار أصابع في كهف يقول كانوا هنا إنسان، لكن لما يوجد الإنسان نفسه يقولوا لا هو صنع نفسه. هذا موضوع آخر. أرجو مشاهدينا أن تكون الصورة قد وضحت، وأرجو منكم الاشتراك في القناة بالضغط على هذا الزر. رابط صفحاتي على الفيسبوك وتويتر أسفل الفيديو. هنا قائمة بالفيديوهات الوثائقية والتاريخية، أرجو أن تشاهدوها لأهميتها في مجال التاريخ. هنا كتاب لعالم لاهوت كندي أسلم بدون أن يقابل أحد من المسلمين لما قرأ القرآن الكريم، كتاب اسمه القرآن المعجز. أرجو أن تسمعوا هذا الكتاب عن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.